ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده هعمل فيديو سالتوني عليه كتير جدا جدا جدا. قبل ما اقول لكم ايه الفيديو، لو عايزين تعرفوا انا ليه بقالي فيديوهين بطلع بالبتاع الاسود ده، استنوا الفيديو اللي جاي هينزل على اليوتيوب وهتشوفوا ليه، وسبب مهم جدا وهيهم بنات كتير قوي. مش بس كده، انا هساعدكم في حاجه مهمه جدا مش هقول لكم عليها، خليها مفاجاه. بس لو عاوزين، انا بدات اشتغل على قناه اليوتيوب، لو حابين روحوا اعملوا سبسكرايب، هنزل لكم اللينك في اول كومنت، واستنوا الفيديو اللي جاي عشان اقول لكم انا ليه لابسه اسود بقالي كتير كده. النهارده هتكلم عن ايه؟ النهارده سالتوني كتير ازاي ساعات لون حواجبي بيختلف. تمام، طبعا انا بفضح نفسي شويه يعني، بس كله يهون عشان خاطر عينيكم. هقول لكم انا بعمل ايه لحواجبي وازاي بخلي لونها فاتح، وكمان هقول لكم ازاي انا بعملها، بتقلها او بخليها يكون شكلها كويس. فبليز كيب واتشنج. انا في ناس بتقول ان هي بتشقر حواجبها، بس ده خطر جدا. اولا لو ما ظبطتيش اللون هتفتحي حواجبك جدا وهتكوني شبه القرعه، فدي مش حلوه خالص يعني، فمش مضمونه، وانا ما حبيتهاش لان بحس ان هي بتخفف اصلا الحواجب. لكن انا بعمل ايه؟ بستخدم صبغه. الحلو في الصبغه ان هي كمان بتملى الفراغات يعني، فبتقل الحواجب شويه حسب اللون اللي انت عايزاه. انا بقالي مرتين بستخدم اللون ده، هو مش بني فاتح قوي، بيديني درجه بني كويسه يعني، كاستنائي. هتشوفوه مع بعض دلوقتي في الفيديو. ف انا بحب اجيب الصبغه دي بصبغ بيها حواجبي، دي اول خطوه والنهارده هعملها معاكم ويا رب افيدكم. دلوقتي اهو حط منه نقطه، ده نقطه، تمام، وبفرشه بقى او ببتاعه الودان دخليهم في بعض يعني علشان ما يبهدلش جفني. تمام، انا باخد فازلين وبحطه حوالين حواجبي. نداء الى خطيبي، ارجوك ما تسيبنيش. شكلي بقى عار. وبتسيبيه شويه لحد ما بتاخدي اللون اللي انت عايزاه، بيشقري عليه كل شويه عشان ما يفتحش منك قوي. اللون اللي انا حاطاه ده مش فاتح قوي يعني، بس اوكي، خدوا الفكره. وهستنى شويه وارجع لكم تاني عشان نكمل الفيديو. دلوقتي بعد ما انتي خدتي اللون اللي انتي عايزاه، تمام، هقول لكم بقى ازاي انا بعمل حواجبي. في معايا من تو فيست دي بودره حواجب وهميه، انا لسه هفتحها معاكم وهجربها. تمام، هي حلوه جدا، بس هي من الميك اب الغالي. لو مش عايزه حاجه غاليه، دي انا جايباها بقالي فتره. تمام، واماندا، وبرده هعمل لكم، فانا هعمل لكم نص كده ونص كده. طبعا المفروض انك تغسلي وشك، بس انا عايزه اخلص لكم الفيديو يعني. اول حاجه هوريكم تو فيست. في تو فيست هعمل بيها حاجه جوه، فيها 4 الوان وفيها دول. يلا بينا نبدا. هي الالوان اللي فيها عار ماضي شويه، فانا هحط اول حاجه اللون الغامق. والفاتح هحط على الاطراف بسيط جدا، انا مش بحب اتقل خالص. تمام، دلوقتي الجنب التاني هستخدم اماندا. وبدي اللي زي الماسكارا بحطها في الفاتح وببدأ امشيها كده. بعد كده في لون بيج بستخدمه تحت حواجبي. بكده اكون قلت لكم انا بعمل حواجبي ازاي. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم، ولو عجبكم اعملوا لي لايك وما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب على قناتي على اليوتيوب، وباي باي.